عجمان تفاجئ المغرب بخبر مفرح. مرحبا، معكم ابو البيس باسل شويكي. ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه، بصحه وسلامه. بهذا الفيديو راح نحكي عن مواضيع هامه جدا يا جماعه. بهذا الفيديو عنا اخبار مفرحه جدا. اول شيء راح نحكي عن الخبر المفرح يلي اجى من عجمان، وايضا عنا خبر ثاني يلي هو المغرب يستعد لبناء شيء ضخم، وعنا ايضا مسؤول اوروبي يتكلم كلام هام عن المغرب. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، نضل دائما على تواصل، حطوا اللايك يا جماعه، خلي الفيديو ينتشر. خلينا نبلش فيديو سوا. خلينا نبتدي. المغرب يبني اكبر محطة تحلية مياه في العالم. شو القصة يا جماعة؟ تخطط الحكومة المغربية لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم بطاقة 300 مليون متر مكعب في الدار البيضاء بحلول عام 2027. يا سلام على هذا الخبر المفرح يا جماعة. وفقا للخطة الوطنية لتطوير الإمداد المائي في البلاد، وستستثمر الحكومة المغربية 9.5 مليار درهم في المشروع، وسيتم بناء المحطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص بحسب ما نقلته مواقع البعثة التجارية الروسية في المملكة المغربية. وقام المغرب حتى الآن ببناء محطة تحلية في الحسيمة بسعة 6 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، كما يجري الانتهاء من إنشاء محطة في أكادير 144 مليون متر مكعب من المياه سنويا. ومن المقرر أيضا في المستقبل بناء محطة جديدة في الداخلة وزيادة طاقة محطات التحلية الحالية في العيون وطقطان وسيدي إف. وبحلول عام 2050 يعتزم المغرب بلوغ طاقة إجمالية تبلغ مليار متر مكعب من مياه البحر المحلات. يا سلام يا جماعة على هي الأخبار المفرحة. وإعادة استخدام ما يصل إلى 345 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويا. حاليا يعاد استخدام من 40 إلى 50 مليون متر مكعب. يا سلام يا جماعة على هي الأخبار الجميلة. المغرب يبني أكبر محطة تحلية مياه في العالم. اكتبوا لنا ما شاء الله يا جماعة، لازم اليوم نكتب ما شاء الله لأنه الأخبار مفرحة جدا. وخلينا ننتقل إلى خبر جميل جدا يا جماعة. عجمان تفاجئ المغرب بخبر جميل. شو القصة يا جماعة؟ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان وعضو في المجلس الأعلى لدولة الإمارات يتبرع ببناء مجمع طبي في عين عودة قرب مدينة الرباط. هذا المجمع الطبي يضم 6 مراكز طبية متخصصة في الطب العام والطوارئ والولادة وغسيل الكلى والسل الرئوي. سيستفيد منها أكثر من 200 ألف نسمة من سكان المنطقة. يا سلام على هذا الخبر المفرح يا جماعة. اكتبوا لنا بالتعليقات تحية كبيرة لسمو الشيخ. شوفوا كيف الإمارات لها مصالح مع المغرب يا جماعة، كرمال لأنه الإمارات تحرص دائما على مصالحها مع المغرب والود بين الإمارات والمملكة المغربية. شوفوا كيف هلأ هي المشاريع يلي تفيد المملكة المغربية. نحن عم نحكي اليوم على فائدة تضم 200 ألف نسمة. يا سلام يا جماعة، عم نطلع من خبر جميل وندخل بخبر أجمل. الحمد لله، اكتبوا لنا الحمد لله. نحن نسير نحو الطريق الصحيح. المملكة المغربية تسير نحو الأمام والحمد لله. اكتبوا لنا بالتعليقات مين فرح بهذا الخبر يا جماعة. وخلينا ننتقل لموضوع هام. مسؤول أوروبي يتكلم كلام هام عن المغرب. اسمعوا شو قال المسؤول الأوروبي يا جماعة. المغرب الشريك الوحيد المستقر والموثوق بالمنطقة الجنوبية للمتوسط. أكد أندريا كوزوليو رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغربية بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، يعني اليوم يا جماعة، أن المغرب يظل الشريك الوحيد المستقر والموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية للمتوسط بكاملها. وسلط الضوء في معرض تدخله عبر تقنية الفيديو خلال تبادل لوجهات النظر بالبرلمان الأوروبي حول
بعد حقوق الإنسان في الشراكة المتجددة للاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، الضوء على إنجازات المملكة لا سيما قدرتها على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. كما أشار البرلمان الإيطالي وهو أيضا عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى أن المغرب أعطى النموذج من خلال حملة التلقيح الخاصة به ومخططه المهم للتنمية الاقتصادية والذي نتابعه باهتمام بالغ. شوفوا هذا الكلام قديش جميل يا جماعة. المغرب الشريك الوحيد المستقر والموثوق بالمنطقة الجنوبية. شايفين يا جماعة ليش نحن بنقول على طول المملكة المغربية هي مملكة الأمن والأمان، مملكة السلم والسلام. شوفوا كيف الحمد لله مسؤول أوروبي مبهور بالمغرب يا جماعة، مبهور بالاستقرار والأمن والأمان. اكتبوا لنا ما شاء الله يا جماعة، لازم نكتب ما شاء الله. اكتبوا لنا شو رأيكم بالتعليقات يا جماعة. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، نضل دايما على تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. إذا بدنا نسلط الضوء على موضوع هام يلي هو مثل ما حكينا عجمان والمفاجأة المفرحة للمغرب والمجمع الطبي في عين عودة قرب الرباط. فهنيئا للمملكة المغربية يا جماعة، الحمد لله نحن نسير نحو الطريق الصحيح. وشوفوا المسؤول الأوروبي كيف مبهور من استقرار المغرب، الحمد لله وما شاء الله. ومثل ما حكينا عن المغرب يلي بيبني أكبر محطة تحلية مياه في العالم، الحمد لله المغرب من مشروع إلى مشروع، المغرب من إنجاز إلى إنجاز. الحمد لله المغرب حينما ينتهي من إنجاز ينتقل إلى إنجاز آخر. كرمال هيك لازم نكتب ما شاء الله. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، كل الحب والتقدير. سلام. الحمد لله نحن نسير نحو الطريق الصحيح. وشوفوا المسؤول الأوروبي كيف مبهور من استقرار المغرب، الحمد لله وما شاء الله. ومثل ما حكينا عن المغرب يلي بيبني أكبر محطة تحلية مياه في العالم، الحمد لله المغرب من مشروع إلى مشروع، المغرب من إنجاز إلى إنجاز. الحمد لله المغرب حينما ينتهي من إنجاز ينتقل إلى إنجاز آخر. كرمال هيك لازم نكتب ما شاء الله. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.